السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده البط بأحلى طريقة، تسوية مظبوطة من غير أي زفارة، ويطلع معاكي أحلى شوربة هتفرق جدا معاكي في طعم أكلك، وهيطلع معاكي باللون الذهبي المحمر الجميل، يشرفك في أي عزومة أو يتحط على أي سفرة سواء في رمضان أو أي عزومة عادية انت عاملاها. بس أتمنى لو أول مرة تشوفيني إن انت تشتركي معايا بالقناة وتفعلي جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والشير. يلا نبدأ بسم الله. طبعا أول حاجة عندي أنا بجيب البط، لازم بحط كمية دقيق كويسة وعليها كمية ملح كتير، وبغسله كويس جدا من بره ومن جوه حلو قوي، وبعدين بشطفه وبرجع تاني أضيف عليه ليمون وملح ويتغسل تاني مرة تانية كويس جدا، وبيتنقع عندي لمدة ربع ساعة، وبعد كده بشطفه وبسيبه يتصفى كويس. الطريقة دي تحفة، ما بتخليش عندك أي ريحة زفارة، وتقدري تستخدميها في أي نوع من أنواع الطيور. وبعدين جبت عندي حلة، الحلة تبقى مناسبة لحجم البط اللي عندك، وبضيف عليها معلقة من الزبدة، وطبعا حطيت مع الزبدة زيت علشان ما تتحرقش مني، وهبتدي أحط عليها البط. أنا عايزاه يتشوح من على كل الجوانب، عايزاه عندي ياخد لون ذهبي فاتح جميل، يتشوح من على الوش ومن على الظهر كويس، بحاول أقلبه من على كل الجوانب يتشوح. وهكون مجهزة واحدة طماطم متقطعة، 2 بصل وسط متقطع، وهضيف عليها طبعا التوابل بتاعتها وهي الحبهان، ورق اللور أو ورق الغار، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود الحب الصحيح ما يكونش مطحون، وهضيف كمان 4 أو 5 فصوص من المستكة، بتدي نكهة وريحة جميلة جدا للشوربة. أنا هنا شلت البطة ومن مكانها على طول هبتدي أضيف التوابل اللي عندي، وهضيف عندي البصل والطماطم. انا حطيت اهو الفلفل الاسود وورق الغار، وحطيت الحبهان، وهحط المستكه، يتشوحوا كلهم كويس مع بعض. كل ما هتديهم وقتهم في التشويح ويدبل كده معاكي، كل ما هيدي نكهه جميله قوي للشوربه، ويبقى طعمه حلو جدا. مش عايزه اقول لك وانا بقلبها كده كانت ما شاء الله الريحه تحفه ازاي. المنكهات اللي احنا حاطينها مع الزبده كانت ريحتها تحفه. اشوح الخضار معايا كويس لحد لما يدبل كده حلو في الزبده، وبعد كده هضيف عليها البطه، وهديها برضو تشويحه بسيطه معاهم من الوش ومن الظهر. ايه فايده التشويح ده؟ التشويح ده بيقضي على اي ريحه زفاره، ده غير ان هو بيدي نكهه جميله جدا للشوربه ولون في منتهى الجمال. طبعا الطماطم بتديها اللون المحمر شويه ده، فبيبقى جميل جدا. خلاص كده انا شوحتها، هكون مجهزه عندي ميه مغليه هضيفها عليها، وهسيبها تقلب. اول ما قلبت بصي مفيش اي ريم ولا في اي زفاره خالص، ما شاء الله. الشوربه صافيه وجميله وحلوه جدا. مجرد ما هتقلب هوطي عليها وهسيبها على نار متوسطه، وكل نص ساعه هقلبها واطمن ان هي بتستوي من على كل جنب كويس. خلاص كده استوت معايا، بصي ما شاء الله لون الشوربه كان تحفه ازاي، كان في منتهى الجمال. انا كنت في اليوم ده كنت عامله ورق عنب، وفيديو الورق العنب كان نزل على القناه تقدري تشوفيه. الشوربه يا دوبك بس ضفت لها الملح وبعدين حطيتها على ورق العنب، كان طعمها تحفه وبتفرق جدا في طعم اكلك. بجد الشوربه لو حلوه هتنقل اكلك في حته تانية خالص، سواء بقى ضفتيها على محاشي عندك، على خضار، على رز، بتبقى تحفه وجميله قوي. خلاص كده البط عندي استوى، درجة السوا بتاعته مظبوطة حلوة، ما تهرش معايا ولا حاجة. وبعدين هضيف عليه بس ملح وفلفل وكمون، وطبعا الشوربة عندي بكون كده كده ضايفة لها الملح بتاعها عشان لو هستخدمها في اي خضار او اي اكل انا هعمله. هبتدي بقى احمر البط. البط يا جماعة مش عايز اضافات كتيرة، ولا عايز اي حاجة غير شوية سمنة بلدي او شوية زبدة يدهن بيهم الوش والظهر حلو، ويدخل على فرن سخن شغال من فوق ومن تحت حلو، وتكون المروحة شغالة بتوزع درجة الحرارة عندك، هيطلع محمر وطعمه في منتهى الجمال. اوعى تضيفي بقى عسل، كاتشب، صلصة، مش محتاج اي حاجة. هو ما شاء الله شوية زبدة بس هيطلع اللون زي ما انت شايفاه في منتهى الجمال، متحمر من كل جنب، مستوي حلو جدا. بجد حاجة تشرفك على السفرة، وهتبقى جميلة جدا في أي عزومة عندك لما تعمليها. وطلع متحمر معايا من غير أي إضافات أنا ضفتها، زي ما قلتلك كنت المرة دي عاملاه مع ورق عنب، وكان طعمه في منتهى الجمال. أتمنى يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وإن شاء الله استنوني في وصفات تانية جديدة، وهستناكم برضو تجربوا الطريقة وتقولولي رأيكم فيها إيه. شكرا ليكم، وما تنسوش اللايك والشير.